الله يجعل كيدهن بنحرهن. هيك كان رد ريتشو على متابعة على السناب كتبت له انه في هجوم على ننوش وعلى حملها، لهيك دير بالك عليها وانتبه عليها. ريتشو ما سكت وحكى انه شاف هاي الحملة والهجوم على ننوش وعلى حملها، وحكى انه هدول ناس مريضة، وانه رب العالمين يلي مقدره للبني ادم هو رح يصير، يعني تجتمع كل الدنيا على اذى بني ادم، إذا رب العالمين مو رايد هذا الشيء فما راح يصير. واستذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا برأيي الشخصي مصدومة جدا جدا من ناس ممكن إنها تدعي على حامل أو على جنينها، يعني طفل لسه ما إجا على الحياة، كيف ممكن في قلوب مريضة وقلوب حاقدة تدعي عليه؟ سنابة ريتشو جابت كتير من التفاعل، والتعليقات كانت كلها إيجابية، وحكوا له إنه هدول ناس مريضة، وإنه هدول حاقدين وحاسدين مو أكتر من هيك، وإنه إن شاء الله بيجي هذا الطفل بخير وسلامة وبيعيش مع أمه وأبوه وإخواته بصحة وسلامة ورفاهية يا رب. انتو شو رأيكم بالناس يلي تعلق بهيك أساليب وممكن إنها تدعي على ولد صغير؟ أنا برأيي الشخصي هدول ناس مريضين نفسيا ولازمن علاج، لأنه ما في حدا بالدنيا ممكن يدعي على طفل لسه ما إجا على الحياة ولسه ما أمه فرحت فيه. انتو شو رأيكم؟ اكتبولي بالتعليقات وتابعوني. باي.